بما انه الفروج شايف حاله علينا هالايام بسوريا، حبيت هيك اطلع وجاكره واعمل طبخة خبازة بالطبيعة. ما في احلى من الخضرة والاكل بالطبيعة. ما شاء الله الخبازة معبية المكان. حوشت الخبازة وغسلتها وفرمتها، وبعدين هون ابني حب يتدخل ويساعدني. قلينا البصل بزيت زيتون، بعدين ترك من ايده ومل لانه الغاز كان ضعيف. وبس تدبل البصلة، انتو حمروها اكتر من هيك. بحط عليها الخبازة وبقلبها وبضيف ملح وفلفل اسود. ما شاء الله الخبازة كانت غضة وطرية، فما أخذت وقت طويل. وهون حطيت عليها شوية شبت أو شومر بسموه، وبس صارت جاهزة وصفتنا. في أحلى وأبسط من هيك؟ وطبعا أغلب الشباب والصبايا والصغار ما بياكلوا هالأكلة، بس والله اليوم ابني حبة كتير، مدري إنه كان جوعان. طبعا أخذت شوي على البيت لأعملهم على أصولهم. حطيت زيت زيتون وقليت بصلة جوانح، بعدين أخذت زيتة وقليت فيهم بصلة مفرومة ناعم وسنة من الثوم ومعلقة دبس فليفلة. وكمان رجعت زدت زيت الزيتون ونزلت عليهم بالخبازة، منزلة دفعات دفعات وبقلبها. وضفت شوية برغل ناعم وملح وفلفل أسود، واختياري شوية شبت. وهيك جازت معنا أطيب وأشهى خبازة ممكن تجربوها بحياتكم. حطيت البصل والرمان على الوش وشوية جوز، يا سلام، عن جد من أشهى الأكلات. جربوها، وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك.